بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سلام البنات، نتمنى تكونوا كامل لاباس. اليوم راح ندير لكم حلوة النقاش، رايحة نديرها بعجينة مختلفة تماما على العام اللي فات. هذه الوصفة راح تساعد أصحاب المشاريع، رايحة تكون وصفة اقتصادية وتقطع لهم كمية كبيرة، وراح نقسم لكم حبة تشوفوا مصداقية الوصفة. شوفوا البنات، نروحوا لطريقة تحضير. عندي هنا 125 غرام زبدة تكون طرية، وعندي هنايا 3 مغارف كبار سكر رطب، رشة ملح، ونضربهم مليح بالباتر. هنا عندي كيس تاع الزيت، كيس تاع تاي كما راكم تشوفوا هنايا. ما نحطوش دفعه واحده، نحط بشويه ونخلط حتى نكمل الكميه. تبعوا المراحل البنات باه تنجحوا في هذه الوصفه. راكم تشوفوا نحط بشويه ونخلط. بعد ما كملت الزيت نزيد نجيب كيس تاع تاي تاع مزهر، ونزيد نحطو بشويه واني نخلط. المرحله هذه مهمه جدا البنات، لازم تحطوا بشويه وتخلطوا. شوفوا القوام تاعها كيفاه يكون. هنا نزيد لها مغرفه صغيره تاع خل. الخل هنا رايح ينحينا ريحه الزيت. نزيد نخلطو مليح. عندي هنا على راس المغرفه تاع خميره الحلويات كيما شفتوا، شويه برك ما تكثروش، ونبدا نضيف الفرينه. شوفوا القوام تاع العجينه كيفاه يكون، ما يابسه ما جاريه. نرجع للغرس او معجون التمر. هنا عجنته مليح بما زهر وزدت له شويه تاع زيت، ونكهته بقرنفل وقرفه. نجي نوزن الحبات. عندي العجينه فيها 30 غرام، والغرس او معجون التمر فيه 10 غرامات كما راكم تشوفوا هنا فيا. نجي نشكل الحبه تاعي، نطرحها شويه كما راكم تشوفوا، ونحط الحشوه في الوسط. البنات المبتدئات ديروا طرف تاع بلاستيك ولا وطرحوا عليه باه يساعدكم. كاينه ثاني نقطه هنا البنات، لازم الفرينه اللي تخدموا بها تكون من النوعيه الجيده، يعني اللي فيها العلك. اذا عاد مش من النوعيه الجيده راح تخرج لكم الزيت. ماشي بعد تولي تقولوا لي ما صلحتلناش الوصفه. والله راكم تشوفوا الطريقه اللي راني نشكل فيها، نرقق على الاطراف ونخليه في الوسط بومبي، والحاشيه ذيك نقلبها من تحت ونشكل الهلال تاعي بكل سهوله. هنا نكملهم وندخلهم للثلاجه يشدوا رواحهم 10 دقائق، ونبدا ننقش فيهم. العام اللي فات كنت ميلت لكم النقشه وقلت لي راهو جينا شويه صعيب، هذا المره راهي نخدم لكم هك، راهي سهله مره. وحاولوا ديروا نقش رقيق باه تجيكم الحبه باهيه ومتحوفه. هنا الصوره راهي واضحه. شوفوا العجينه راهي ما خرجت زيت، ما راهي تبان مشقه ما والو كما راكم تشوفوا هنا. تبعوا المراحل برك البنات، خطوه بخطوه راح تنجحوا فيها. ونزيد ناكد لكم لازم الفرينه تستعملوا النوعيه الجيده. هنا بعد ما نكملوا ندخلوا يطيب على درجه 170 حتى ياخذ اللون الاصفر او اللون الذهبي. وها هو ليكم واجد. شوفوا واش جا باهي، كي تنقشوه الرقيق يجي الشكل تاعو تحفه. صحه فطوركم. سلام.